السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم متابعين مسلسل القضاء. دلوقتي هنقدم أحداث حلقة جديدة، تابعونا وكملوا معانا الفيديو، بس ياريت ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا في القناة. أحداث الحلقة النهاردة بتبدأ على ديليت مع جيلين وأولجاز، وهي خلاص بتهنيهم إن هم اتأكدوا فعلا إن بنتهم بتكون عايشة، لكن برضو للأسف مش قادرين يوصلوا لطريقها، لكن دي شيء بيطمنهم إن البنت موجودة على قيد الحياة. وبعد ما خلاص بيشكروها وهي بتهنيهم بتخرج لبره وبتقابل حبيبها ايرون، كمان بيقول لها قد ايه انت انسانه جميله وانا فخور ان فعلا اتعرفت عليكي. وديليت خلاص بتكون هتسيبه علشان تروح لشغلها. بعد كده بيظهر عثمان مع شريكه وهم بيكونوا فرحانين جدا بالمبلغ الكبير اللي اخدوه من يقطع، وطبعا بيكون ده كله هيشتغلوا لصالح قدير، واللي هم دول مفروض انهم يكونوا شركائه. ويقطع طبعا بيكون بيساعده علشان خاطر ياخد منه الدليل اللي اتفق معاه عليه، والدليل ده اللي هيدله مين هي الست اللي ممكن تكون اخدت بنت جيلين. وبيكون يقطع متحمس جدا انه يعرف الموضوع علشان خاطر يساعدها. وبعد كده بيظهروا جيلين مع أولجاز وكمان إفيه بيكون معاهم، وبيكون المدير متين بيكونوا هيفحصوا كل التعليقات وكمان كل الإفادات اللي أخدوها من الناس اللي كانوا موجودين. وقتها بتظهر إفادة البنت بنت ماجد وهي بتعترف إن باباها ما كانش موجود، لكن للأسف البنت كانت بتكذب عليهم وهم بيكتشفوا كده. وبتكون جيلين متحمسة جدا بإنها تعرف مين أخد بنتها وإيه هي الحقيقة، والكل بيكون متحمس، كمان بيكونوا قلقانين ومتوترين. وبيظهر يقطع بعد كده وهو بيكون بيتكلم مع قدير، بيتفق معاه ان كل شيء هم اتفقوا عليه فعلا هيتم، وان هو بيعمل له غسيل الاموال زي ما هو عايز، لكن بمقابل انه يديله الفلاشة الموجودة عليها كل الحقيقة. وبيكون ده كله يقطع شغال لصالح جيلين علشان خاطر يقدر يساعدها. بعد كده إفيه بيكون قاعد مع حضرة الرئيس وهي بتسأله يا ترى ايه اللي بيحصل في قضية بنت جيلين. بيقول لها ان كل شيء واضح وكل شيء ماشي زي ما كنا متفقين، ومن الواضح ان القضية بدأت انها تتفهم. كمان لما بيتكلم عن العلبة اللي كان جواها الفستان، رئيسة طبعا بتكون متضايقة وكمان بتتوتر، وبيكون واضح عليها قد ايه هي خايفة، يعني بيكون واضح عليها ان جواها لغز كبير. وبعد كده بيظهر الجد مردان وهو بيكون مع ماجد، وهو طبعا بيكون فاقد الذاكرة، مش بيكون قادر يتذكر اي شيء، لكن مردان بيحاول يساعد جيلين، ووقتها بيفكروا بالبحر وكمان بانه بيحبه، وبيكون عايز ياخد منه اي كلام ويمكن يفتكر شيء ويدلهم على مكان البنت او مين اللي اخدها. لكن الراجل ده بيفضل طول الوقت يحكي عن زوجته وانها كانت صغيرة في السن وازاي هي تموت، وبيكون حزين جدا عليها. وبيحاول مردان بكل الطرق انه يخليه يتذكر اي شيء يفيدهم. ووقتها بيوصل شنور عند جده مردان هو وحبيبته برلان، ووقتها بيضم جده وبيطمنه انه مرجان فعلا عايشه، يعني كده هم بيدوروا عليها وفي امل كبير. وبعد كده بتظهر جيلين مع أولجاز وهم بيكونوا في المكتب وبيراجعوا كل الافادات وبالذات بنت ماجد، وهم طبعا بيكونوا محتارين هي ليه كذبت عليهم وقالت انها مش موجوده على الشاطئ، مع ان كل الافادات اثبتت انها كانت موجوده، وبيشكوا فعلا في البنت. وبعد مرور الوقت بيكونوا لوحدهم، ووقتها الليل كمان بيجي. بتكون جيلين متأثرة جدا لدرجة انها بتبكي بقوة، وبتكون طبعا بتتمنى انها تلاقي بنتها، وبتقول يا ترى دلوقتي هي بين ايدين مين، كمان بيعملوها ازاي، ويا ترى بنتي عايشة مبسوطة ولا كمان مذلولة، ويا ترى هي حوالينا في المكان ولا في مكان بعيد. وبتحاول تطمن نفسها وتطمن أولجاز، وبتقول له ان بنتنا اكيد هترجع لينا وهتكون بخير، واكيد هتكون بنت قوية وتقدر انها تتحمل طالما انت باباها. وكمان أولجاز بيقول لها بجد انت اللي اديتيني الامل ان بنتي لسه عايشه، لان ما كنتش اتخيل ابدا ان مرجان تكون عايشه بعد الوقت ده كله. وبتطمنوا جيلين انهم مع بعض هيقدروا يلاقوها ويرجعوا يكونوا سوا. ووقتها بيقربوا الاتنين من بعض وبيضمها أولجاز. جيلين بتبكي في حضن أولجاز بقوه، وبيكون جيلين مع أولجاز منتظرين رجوع بنتهم بكل الطرق، وبيكونوا متحمسين جدا للحياه مع بعض من جديد، وبيكونوا الاتنين فعلا منهارين لعدم وجودها. وبعد كده بيظهر أولجاز وهو بيكون مع كونجا بنت ماجد، ووقتها طبعا بيكون عايز بس يعرف هو ليه كذبت عليه وانكرت انها كانت موجوده على الشاطئ، وبتحاول طبعا انها تكذب وبتقول ان كنت عند صديقتي. وبيتاكد أولجاز وايران طبعا بطريقتهم انها ما كانتش موجوده عند حد، وبيثبت لها انها كانت موجوده على الشاطئ وعايز يعرف سبب كذبها. بتحاول انها تلغي الموضوع وتتكلم في ان باباها الانسان صعب جدا، كمان عاشت معاه فتره طويله وكمان كانت عايشه في عذاب، وبسببه استغنت
حكت عن بنتها، لكن أولجاز بيفهمها ان ده مش موضوعهم. بتبدأ برضو كونجا تحكي عن باباها انها فعلا كانت موجودة معاه وكانت على الشاطئ، وكان دايما بيحكي لها عن مامتها وعن ذكرياته معاها، وبتقول ان فجأة صرخ فيا وكمان كل شيء اتغير وبدأ كمان يغير من كلامه. وبتكون كونجا بالفعل ملت من باباها ومن نسيانه الكتير، وبتحكي لهم انها في الوقت ده كانت مع باباها وكمان حاولت تساعده وتجيب له الاكلات اللي بيحبها، لكن هو رفض وكمان عاملها معاملة سيئة قدام كل الموجودين. وهي في الوقت ده قررت انها تسيبه وكمان تروح. بتحكي انها بعد الفترة دي حست بندم كبير، ولما هم جم يسألوها كانت على الشاطئ ولا لا، فعلا احرجت انها تقول كانت موجودة، لانها بالفعل سابت باباها وحيد وكانت قررت انها تبعد عنه طول حياتها. وبتقول لهم خجلت من نفسي من اللي انا عملته مع بابا، كمان كنت محرجة اني احكي معاكم. وبتكون متأثرة جدا وبتبكي بقوة. وجيرين في الوقت ده بتكون مصدقاها وبتقول لأولجاز ان البنت فعلا واضح عليها قد ايه هي صريحة. وبعد كده بيجي متين وبيأكد لجيرين وأولجاز ان فعلا البنت كانت عند صديقتها وانهم تابعوا كل شيء، والكاميرات اكدت ليهم انها كانت راحت عند صديقتها فعلا. يعني بتكون البنت مش كذابة ومش وراها اي سر علشان يشكوا فيها. وبعد كده جيلين وأولجاز بيكونوا عند اسم الشرطة وبيتفاجئوا ان فعلا الصحافة بتكون موجودة. الصحافة بتسألهم اكتر من سؤال، يا ترى شاكين في مين يكون خطف بنتكم، كمان ايه هو سبب الخطف. طبعا جيلين وأولجاز مش بيتحملوا الموقف، فعلى طول بيدخلوا لجوه وبيفضلوا يبهدلوا في كل الاشخاص الموجودين والمسؤولين عن ان السر اتعرف، لانهم متفقين ان القضية تكون في ملف سري. وطبعا بيكونوا مصدومين من ان العالم كله عارف بيها. وإيران طبعا بيفهمهم ان مفيش اصلا قرار جه بان القرار يكون سري وان القضيه ما تكونش معروفه. ووقتها جيلين وأولجاز بيكونوا هيتجننوا. وطبعا جيلين وأولجاز بيشكوا في اي حد غير في النائب إفيه في الوقت ده، بيكونوا حاسين ان هو السبب. وبيتفقوا انهم طبعا هيروحوا لإفيه ويسألوه هو ليه بيعمل معاهم كده وهو ليه اصلا بيكرههم، لانهم خلاص اتأكدوا انهم خطف بنتهم، لكن مش معروف اذا كان إفيه مظلوم ولا فعلا هو ظالم. وبعد كده بيظهر أولجاز وهو وجيلين وهم بيكونوا وصلوا فعلا للمحكمة وكمان راحوا لإفيه وبيسألوه هو ليه عمل كده وليه الملف مش سري زي ما هم اتفقوا. بيقول لهم لكن انا اصدرت قرار بان القضية تكون سرية. ولكن في الوقت ده بيستدعي السكرتيرة وبتقول لهم ان انا فعلا نسيت اني ادي قرار وان ده الخطأ بيكون مني. وجيلين طبعا هي وأولجاز بيتأكدوا ان كده إفيه ملهوش اي ذنب، لكن برضو بيكونوا شاكين ان إفيه ده وراه سر كبير واللغز هم مش قادرين يفهموه. وبعد كده جيلين مع أولجاز بيتفقوا انهم لازم يعملوا شيء ويدخلوا مكتب النائب إفيه وكمان يفتشوه ويعرفوا ايه هو السر اللي مداريه. وبالفعل بيتفقوا انهم يشغلوا جهاز الانذار، وفعلا لما بيشغلوه كل المحكمة بتجري لبره، ما عدا طبعا هم بيرجعوا مرة تانية للمكتب وبيفتحوا الأدراج الخاصة بيه، بيلاقوا فيه أدلة كتيرة جدا كمان بتكون غريبة. من ضمن الأدلة دي سلسلة جيلين اللي كان أولجاز جايب ليها هدية، كمان كانت اختفت يوم اختفاء بنتها. وبيقولوا ان الشخص ده اكيد مريض نفسي واكيد وراه سر كبير وكمان لازم نروح ونعرفه، يمكن يكون عنده سر بسبب اختفاء بنتنا. وبيقرروا انهم يروحوا ويواجهوه. وبعد كده بيظهر يقطع مع قدير وهو خلاص بيطمنه ان المبلغ الكبير بقى فعلا في حسابه، ان كل شيء تم زي ما هو كان عايز. ووقتها قدير بيقول له والفلاشة اللي موجود فيها كل الاسرار برضه هتكون موجودة معاك، لكن بيفهموا ان السر ده محدش يعرفه غيره. وطبعا يقطع بيوعده بكده وبيفهموا ان اي سر موجود جوه الفلاشة محدش هيشوفه غيره. ويقطع كده بيكون مسك دليل قوي علشان يساعد بيه جيلين، كمان هيعرف مين هو الشخص اللي ممكن يكون خطف البنت. وبعد كده بتظهر جيلين وأولجاز وهم بيكونوا وصلوا فعلا عند بيت إفيه وبيفتحوا الباب وبيدخلوا جواه. بتتفاجئ جيلين بكمية الألعاب الموجودة اللي بتخص الأطفال، بتكون كلها ألعاب جميلة وكمان غالية. كمان بتلاقي كل الفواتير الموجودة باسم اللعبة وكمان بسعرها. وبتقول لأولجاز أنا قلت لك إن الإنسان ده مريض نفسي وكمان أكيد هو السبب في اختفاء بنتي ويمكن هو اللي خاطفها، وكان لازم أصدق من الأول لأنه كان دايما بيوقف القضية. كمان كان مش بيصدق ابدا كل اللي حصل معانا. وبتنهار جيلين وبترجع ليها الصدمه اللي دايما بتتعرض ليها، لكن أولجاز طبعا بيطمنها وبيقول لها ان اكيد هنلاقي بنتنا واكيد هنلاقي دليل. بتكون جيلين بالفعل منهاره وبتتمنى انها تلاقي بنتها وتعرف مين عمل فيها كده وايه هو السبب. وبعد كده بيظهر يقطع مع المحاميه نيل وهي بتكون راجعه للمكتب ويفهمها هي خرجت، بتقول له ايوه اكيد خرجت وان الموضوع تافه كتير، كمان اكيد مش هيرجعوا ياخدوني او
بيسألوني مرة تانية عنه. لكن في الوقت ده ياكتا بيصدمها وبيفهمها انها تاخد اغراضها وما ترجعش مرة تانية، وبتدخل نيل لمكتبها وبتصرخ وبتكون غضبانة بانها خلاص اتطردت من شغلها وانها مش هتكون في مكتب تلمان مرة تانية. وبعد كده جيلين مع اولجاز بيكونوا لسه بيدوروا في الالعاب والفواتير اللي مشتريها افيه، وفي الوقت ده ايران بيتصل بيهم وبيفهمهم انه في مكان عند دار رعاية وان المكان ده كبير جدا وفي مكان بعيد، وبيفهمهم ان المكان ده افيه دايما بيروح ليه وكمان بيجيب هدايا للاطفال. من اي طفل ضايع او مخطوف بيجيبوا للمكان هنا. بيفرح طبعا اولجاز وجيلين وبيتمنوا ان بنتهم تكون موجودة، وبيقرروا انهم يروحوا علشان يتأكدوا بنتهم هناك ولا لا. بعد كده بيظهر ياكتا وهو بيكون طبعا بيشغل الفلاشة اللي اخدها من قدير بمقابل انه شغل له فلوسه، وبيتأكد فعلا مين هو او مين هي اللي اخدت العلبة ورمتها في بيت جيلين، وبيتأكد ان الشخص ده بتكون واحدة ست لكن مش معروف سنها ولا حتى طولها ولا حتى جسمها، كمان بتكون متدارية جدا ووشها مش بيبان. لكن ده بيكون دليل جديد ودليل قوي في ايد ياكتا ويمكن يساعد بيه جيلين. بعد كده بيظهر الجد مردان وهو بيكون في دار الرعاية الموجود فيها لكبار السن. في الوقت ده بتيجي في الاخبار في التلفزيون عن مرجان بنت اولجاز وانهم البنت دي مفقوده وبيدوروا عليها. ماجد في الوقت ده بيتفاجئ وبيقول ان البنت دي انا شفتها، كمان اللي خطفتها واحده ست وانا فاكرها وهي بتاخدها وكمان بتكتم صوتها. ووقتها الجد مردان بيتفاجئ جدا بان كده في حد عرف دليل ان البنت مخطوفه وكمان اللي خطفتها ست. كده طبعا بيكونوا اتاكدوا فعلا ان اللي خاطفه مرجان ست مش راجل، ويمكن يقدروا يوصلوا لدليل من خلال الشخص ده. وبعد كده بيظهروا اولجاز وجيلين وهما بيكونوا طبعا راحوا للملجأ ويمكن يلاقوا بنتهم، وده المكان اللي دايما بيروحوا افيه. بتدور جيلين في كل بنت وفي كل مكان مش بتلاقي بنتها، طبعا بتنهار وبتصرخ بقى على صوتها باسم بنتها مرجان، لكن مش معروف طبعا يا ترى افيه هو سبب اختفاء البنت ولا لا، ويا ترى الدليل اللي مع ياكتا هيقدر يفيدهم ولا لا. كمان ماجد ده هيقدر يديهم دليل قوي ويعرف الست ويدلهم عليها ولا ايه، وده اللي هنعرفه في الأحداث الجديدة. تابعونا واستنونا في فيديو جديد.